السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا حبايبي، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله نعمل اكلة مختلفة كده شوية. هنعمل كشك المازية. طبعا وطريقته سهلة جدا، بس في ناس بتستصعبه، بس هو سهل والله، مفيهوش اي حاجة. بس اتفرجي على الفيديو للاخر عشان تعرفي كل تكة فيه. يعني هو فيه نقط، فهو يعني الفيديو مش طويل ولا حاجة، بس لازم ايه تشوفي من اوله لاخره، معلش يعني ايه، عشان تشوفي هو اتعمل ازاي. عندنا كوباية رز مسلوقة، انا علقت عليها قبل الفيديو. واتسلقت جامد، يعني سلقتها قوي، بحيث ان تدوس على الرزاية كده تلاقيها مهرية في ايدك. ده اللي احنا عايزينه، ده زي الرز بلبن كده. عندنا شوية شوربة بقى حلوين كده دسمين، بتوع شوربة لحمة، واللحمة دي كانت ملبسة، فالشوربة بتاعتها ايه دسمة شوية. هو الكشك بصراحة عايز شوربة دسمة، شوربة ضاني، شوربة بط، اي شوربة عندك، بس تكون شوربة ايه دسمة. خلاص، علقنا على الشوربة كده تغلي بس شوية، ونبتدي نعمل ايه الخليط بتاعنا اللي هو اللبن. لازم طبعا بنحط على الكشك لبن. عندنا كوبايتين لبن زي ما شفت كده، حطيت كوباية، وادي الكوباية التانية. هو مج شاي، بس مج يعني هو كبير شوية، على حوالي الشوربة حوالي 3 مجات من المجات دي، عشان بس تبقى عارفة ايه الكمية، ما تبقيش قلقانة منها يعني. يعني 3 مجات من المجات دي مجات شوربة، الشوربة، ومجين منهم 2 لبن، وكل مج عليه معلقة دقيق، معلقة كبيرة دقيق. انا حطيت معلقتين دقيق بس ما بانوش شوية في الفيديو، بس انا ايه كنت طفيت الفيديو فحطيت الدقيق بعد كده، ايه قلت لا، قلت ما انبهكوا للنقطة دي. يعني كوبايتين الدقيق عليهم معلقتين كبار دقيق، كوبايتين اللبن عليهم معلقتين كبار دقيق. عندنا الرز اهو، حطيته على الشوربة بتاعتنا، الرز اللي سلقناه حطيته على الشوربة، خد ودة كده شوية مع الشوربة على على البوتاجاز. وبعد كده ابتدي بقى ايه احط اللبن، اللي هو كوبايتين لبن عليهم معلقتين كبار دقيق، وقلبتهم كويس قوي عشان ميبقاش في اي تكتلات. وابتدي بقى ايه احط الخليط بتاع الدقيق واللبن بتاعنا ده بالتدريج كده زي ما شفتوا كده، يعني ما احطوش مره واحده، احط وانا بقلب بالايد التانية. يعني احط الخليط اللبن بايد، والايد التانية تكون بتقلب زي ما شفت كده بالظبط. هسيبها تاخد غلوه واحده، عشان ايه يعني عايزه الدقيق يستوي، ميبقاش طعم الدقيق في الاكل. تاخد غلوه واحده واطفي عليها. خلاص، هنعمل بقى الورد بتاعنا اللي بنحطه على وش الكشك من فوق على الاطباق. اهي. جبت كده 3 بصلات متوسطين، من شايفين كده، قطعت البصلاية نصين زي ما شايفين. مش هناخدها بعرض البصل بالطول البصل، لا، انا قصدي بالعرض، لا، انا هاخدها بالطول من الجنب، يعني بمعنى اصح. قطعي البصلة من الجنب زي ما انت شايفة كده. شلت الحتة اللي تحت اهو، قطعت البصلة من الجنب. انا عايزة شكلها يبقى عامل زي الاجنحة كده، زي الجناح. انا عايزة البصل اللي هو الاجنحة، بتقطع يبقى شكل الاجنحة كده، عشان يدي منظر حلو. بيتحمر بيدي ايه الالتواء بتاعه ده، بيدي شكل حلو. قطعيه بالطريقة اللي تريحك يعني. خلاص اهو. خلاص، انا طفيت كده على الكشك بتاعنا اهو. الرز المسلوق حطيته في الشوربة، خد ودة شوية في الشوربة، وبعد كده حطيت خليط اللبن اللي عليه معلقتين دقيق، وبتقلب حلو جدا بره، وايه، وحطيته على الرز على الشوربة، وسبت ياخد غلوة واحدة عشان الدقيق يستوي. وجبت طاسة، حطيت فيها زيت عشان احمر فيها ايه البصل، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا ماشية معاكم اهو خطوة خطوة. حمر بقى ايه
البصل بتاعنا كده عشان يعملوا ورد زي الورد بتاع الكشري كده. هجيب بقى معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة ملح، بعد كده بنعدلها بمعلقة كبيرة سكر. والبصل الأحمر ده بيبقى مسكر شوية، فأنا حطيت الملح الأول. ليه؟ عشان أنا مش عايزة المية اللي في البصل تنزل، لو نزلت في الزيت هيبقى طري. لكن البصل ده بيخلي البصلة تقفل على العصارة بتاعت البصلاية من جوه، ما تخليهاش ابدا تطرى معاكي وانتي بتحمريه، يفضل زي ما هو محتفظ بنفسه. انا بعد كده بحط معلقة السكر، زي ما انت شايفة كده معلقة سكر اهي، معلقة سكر مش كبيرة اوي يعني، 3/4 معلقة كبيرة، عشان ارجع نسبة السكر تاني اللي كانت في البصل. انا مش عايزة بصل حادق، البصل طول ما فيه مسكر كده اما بيتحمر وتحط على وش الاكل بيدي طعم تحفة. خلي بالك من النقطة دي. انا عملت البصل حطيت عليه الملح عشان ما يترش، انا عايزاه مقرمش اهو. شفت المنظر، بص البصل، بص طالع عامل ازاي ما شاء الله، بص اللون اهو. احنا عايزين اللون ده، ما تحطوهوش بقى وانت بتطلعي كده، شيلي الطاسه من على النار، من على العين اللي كانت والعه، عشان ما يلتسعش معاكي، بيبقى زيت سخن قوي ممكن يتحمر اكتر من كده. لكن طالما انت خلصتي بتطفي العين وتشيلي كمان الطاسه من على العين السخنه. يعني شايفه المنظر ما شاء الله، البصل طالع ورد ورد يعني بصراحه، ولونه تحفه ومقرمش كمان. هناخد بقى ايه شويه من الزيت بتاعنا ده، احنا مش هنحط كله، حط بس شويه كده، عشان ده كله بصل، الزيت ده كله طعمه بصل. فهحطه مع الكشك بتاعنا، نديله تقليبه كده اهو. شايفين النقطة دي عاملة زي بتاعة البصارة، لو انت فاكرة الفيديو بتاع البصارة عملنا نفس الحركة دي، خدنا شوية زيت برضه حطيناهم على البصارة بتاعتنا. خلاص حطينا شوية زيت من اللي شارب بصل حطيناها على الكشك بتاعنا، وما شاء الله كده خلاص احنا خلصنا الكشك بتاعنا. بصي السمك بتاعه، احنا عايزين السمك كده ما شاء الله، الله اكبر، زي السمك بتاع الرز بلبن بالظبط، اللي هو المسكر اللي بنعمله. هبتدي بقى اغرفه في اطباق اهو، زي ما انت شايفه كده اهو. حط الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تملي الطبق قوي، عايزه تحطيه زي ما هو كده عشان يبقى منظره حلو، مفيش مشكله خالص. انا هغرف لكم بس كام طبق كده، مش هكمل عشان ما اعملش هيصه قدام. انا هغرف مثلا 3 اطباق وازوقهم بالبصل واوريكم المنظر العام بتاعهم، وبعد كده في الباقي اللي في الحله انا هعيش حياتي معاه بقى بعد كده بقى ايه. اغرفه احطه في التلاجة نعمله سخن. الدنيا شتا دلوقتي طبعا عايز يتاكل سخن، عشان كده انا ما غرفتش كتير في الاطباق. انا عايزه اخلي ايه الباقي في الحله زي ما هم، نيجي ناكل نسخنه شويه ونحط عليه البصل بتاعه. في الصيف عادي ممكن تغرفيه تحطيه في التلاجة مفيش مشكله خالص، لكن احنا دلوقتي في الشتا مينفعش طبعا يتاكل ساقع. بص المنظر، بص الماس فعلا، هو اللي سماه كشك الماس دون او كشك المازية ده فعلا ما كدبش. بص البصل، بص القرمشة بتاعت البصل عامل ازاي، بصي من معلقة الملح الصغيرة اللي قلتلك عليها اوعي تنسيها. وبعد كده بنعدلها بمعلقة سكر في الاخر. حطينا بقى البصل المقرمش الجميل اللي لونه وردي ده على الاطباق بتاعتنا اهو. طبعا هو الكشك مش هتاكل من غير بصل، ده لازم البصل ده لازم، بيديله طعم تحفة بصراحة، تحس ان انت عايز تاكل البصل قبل ما تاكل الكشك. بص المنظر الجميل، ايه رأيكم بقى بذمتكم؟ الفيديو ده مش محتاج كده لايك كده من ايدك الحلوة، وتقولي لي رأيك ايه في كومنت كده، في كومنت حلو. يلا وروني كده، اللي مشتركش في القناة يشترك ودوس على الجرس، دوس على كلمة الكل، ونعمل الكشك الجميل الكشك المازية ده بألف هنا ما تاكليه بجد هتدعيلي. طريقته حلوة وسهلة وجميل،
وعايزة بقى كومنت، وعايزة لايك من ايدك الحلوة على المنظر الحلو ده. بصراحة طعمه تحفة. اه. يلا بألف هنا وشفا. والتعليقات انا عايزة رأيكم بصراحة من حبايب قلبي متابعيني. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.